تخيل لو أنك استيقظت يوماً وسمعت من حكيم عجوز أن هناك طريقاً سرياً يقودك إلى السعادة المطلقة، طريقاً لا يعرفه سوى القليل، نهايته كنز أبدي ينتظرك. تخيل لو أخبرك هذا الحكيم أن هذا الطريق يمر بين أشجار الزيتون القديمة ويقودك إلى واحة فيها شجرة أسطورية تثمر فضة بدل الثمار. ألن تشتعل في قلبك نار الفضول وتبدأ الرحلة بلا تردد؟ لكن يا ترى، هل السعادة حقاً في نهاية هذا الطريق، أم أنها تختبئ في كل لحظة نعيشها ونحن نسير فيه؟ في حكايات صفاء، لكل حكاية عبرة، ولكل بطل قدر مكتوب في سطور الزمن. نبدأ حكايتنا على بركة الله، ونصلي على سيد الخلق محمد خير من وطئت قدماه الثرى صلى الله عليه وسلم. فشدوا الرحال معنا إلى زمن كانت فيه الحكمة تخرج من فم الحكوات، والسحر يختبئ بين طيات الكلام. في قديم الزمان كان هناك شاب يدعى ساهر، يعيش في قرية صغيرة تعرف بقرية اليقين، حيث كانت الحياة هادئة ومسالمة كجريان النهر. كان ساهر شاباً طموحاً، يمتلك في عينيه بريقاً لم يره أحد من قبل. في ليلة مقمرة جاء حكيم القرية العجوز الذي كان يعرف بحكمته التي تتجاوز السنين، وأخبره عن درب الفلاح. قال له: يا بني، هناك طريق واحد يؤدي إلى السعادة الحقيقية، طريق لا يسلكه إلا من كان مستحقاً، طريق نهايته هي الكمال والرخاء الأبدي. وصف له الحكيم الطريق بدقة وقال: سر باتجاه شروق الشمس، ستجد الطريق محاطاً بأشجار الزيتون، نهايته عند واحة تفيض بالماء الصافي، وفيها شجرة التين التي تثمر الفضة. شحذت همة ساهر، وودع أهله ورفاقه، وحمل زاده ومكنته، وانطلق في رحلة كان يظن أنها ستكون قصيرة وميسرة. بدأ ساهر رحلته وكله أمل، يمشي في الطريق الذي وصفه له الحكيم، ورأى أشجار الزيتون تحيط به من كل جانب، فابتسم وازداد يقيناً. مرت الأيام الأولى بطيئة، ولكنها كانت ممتعة. كان يكتشف في كل يوم شيئاً جديداً، يرى الطيور تغرد بألحان لم يسمعها من قبل، ويشم رائحة الأزهار البرية التي تملأ الأفق. بعد أسابيع تغير المشهد، أصبحت الأشجار أكثر كثافة، وصارت الفروع متشابكة، وصعبت عليه الرؤية. بدأ ساهر يشعر بالتعب، ولكنه كان يذكر وصف الحكيم، وكان يرى أن كل خطوة يخطوها تقربه من النهاية. في أحد الأيام رأى في الأفق شيئاً يلمع، ظنها واحة، ركض مسرعاً، وعندما وصل وجدها مجرد سراب. أصابته خيبة أمل كبيرة، ولكنه لم يستسلم. قال في نفسه: لعلي أخطأت الحساب، لعل النهاية أبعد مما تصورت. استمر في سيره، مرت عليه الفصول، تحولت أشجار الزيتون إلى أشجار السنديان العملاقة، واجه عواصف رملية، وتسلق جبالاً شاهقة، وقطع أنهاراً متدفقة. في كل مرة كان يشعر فيها بالإرهاق، كان يجد في الأفق ما يوحي له بالنهاية، فيركض مسرعاً، وعندما يصل يجد شيئاً آخر غير ما كان يظن. مر بسوق كبيرة ظنها الواحة، فوجدها سوقاً لا يعرف نهايتها، ومر بمدينة ظنها النهاية، فوجدها مدينة بلا أسوار. مرت عليه السنون وشاب رأسه، وظهرت التجاعيد على وجهه، فقد الأمل وشعر بالضياع. كان يرى الناس حوله، منهم من وجد السعادة في بناء عائلة، ومنهم من وجدها في الزراعة، ومنهم من وجدها في الفن، ولكنه كان يسير في طريقه بلا نهاية. في يوم من الأيام بينما كان يمشي تعثر بحجر وسقط على الأرض. نظر إلى الحجر فوجد أنه حجر منحوت عليه كلمات قديمة:
السعادة ليست في الوجهة بل في الرحلة. صدم ساهر ورفع رأسه ونظر إلى الخلف، فرأى الطريق الذي قطعه، رأى كل الأشياء التي لم يلاحظها، رأى الوجوه التي ابتسمت له، ورأى الأيدي التي ساعدته، ورأى المكان التي مر بها. لم يلاحظ طعم الماء الذي شربه، ولم يستمتع بغروب الشمس الذي شاهده، ولم يلتفت إلى جمال الزهور التي مر بها. كان كل همه هو الوصول إلى النهاية. جلس ساهر على الأرض وبكى بكاء مريرا. أدرك أن الحكيم لم يصف له طريقا يؤدي إلى السعادة، بل وصف له طريقا لا ينتهي، ليعلمه أن السعادة ليست شيئا يوجد في نهاية الطريق، بل هي الطريقة التي نسلك بها هذا الطريق. نهض ساهر من مكانه وقرر أن يعود إلى قريته، ولكن هذه المرة لم يكن يركض، كان يمشي ببطء، يتأمل في كل شيء حوله، يضحك مع الأطفال ويساعد الشيوخ ويشارك الناس في أحزانهم وأفراحهم. وصل ساهر إلى قريته، ولكنه لم يعد ذلك الشاب الطموح الذي كان، بل أصبح حكيماً يعرف بحكمته التي تتجاوز السنين. في أحد الأيام جاءه شاب طموح وسأله: يا حكيم، أين هو درب الفلاح؟ ابتسم ساهر وقال: يا بني، درب الفلاح ليس طريقاً يسلك بالأقدام، بل هو طريق يسلك بالقلب. ليس المهم أن تصل إلى النهاية، بل الأهم أن تستمتع بالرحلة. فحكمة اليوم يا بني لا تطلب من الحياة أن تعطيك، بل اسأل نفسك ماذا أعطيت للحياة. فالسعادة ليست فيما نملك، بل فيما نحن عليه، والكمال ليس في النهاية، بل في الرحلة. وهنا تنتهي حكايتنا. إن أعجبتك لا تنسى أن تدعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة حكايات صفاء لتصلك كل القصص القادمة. وتذكر دائما الجملة الشهيرة لقناتنا: حكايات صفاء، لكل حكاية عبرة، ولكل بطل قدر.